المدعو خلف إسماعيل خلف عبيد الجبوري من محافظة ديالى المغدادية، مواليد 1989، متزوج، انتميت لتنظيم القاعدة سنة 2007 لحد 2010. ورا 2010 سبب الظروف بالمنطقة اعتقالات وهذا رحت لأربي السليمانية، اشتغلت بالسليمانية عامل وسكنت هناك وعندي إقامة لحد 2014. أنا بسليمانية تحولت من السليمانية الخليفان، البيت عمي أهل زوجتي بخليفان قاعدين ساكنين. في الشهر التاسع خابرني المدعو حج محمد أبو عبد اللي كان يشتغل وياي بال 2007 لحد 2010 بمنطقتنا. طلب من عندي أن أجدد البيعة للدولة الإسلامية، جددت البيعة يعني عن خلاله جددت البيعة للدولة الإسلامية، وطلب من عندي أن ننفذ عملية بأربيل. قال راح يدز لك شخص عن طريق شخص يصنع الحزام الناسف اللي هو أنا ألبسه وأنفذ به، عن طريق ولد اسمه حمودي. خابرني حمودي قال لي الحزام يعني موجود. كان الهدف بيوم العملية جنيد خالد بلاسم اللي هو أخو زوجتي ويرجع بالسيارة مالتي للبيت وأنا نفذ. خلال تسليم الحزام من حمودي ألقت عليه القبض وأشايس أربيل، أشايس داخل أربيل. إني جنيد خالد بلاسم غضبان خيلاني من سكنة ديالى قضاء المقدادية. انتقلت قبل سنتين تقريبا من محافظة ديالى لكردستان في ناحية خليفان، وأعمل في الحقول والدواجن، وأنا وأبي وزوج أختي هو خلف إسماعيل خلف. وقبل أيام قليلة طلبوا مني المساعدة وقال أني انتميت إلى الدولة الإسلامية، وتم إلقاء القبض علينا من قبل أسايس أربيل قبل تنفيذ أي عملية استشهادية. الاسم الرباعي حازم محمد داود منصور الجبوري، من سكنة قضاء المقدادية، تولد 1977. الحالة الاجتماعية أعزب. عندما من خلال طبيعة عملي في منطقة بين كركوك والحويجة قامت ما يسمى بالدولة الإسلامية باحتجاز المركبة نوع ثقيل تريلا في منطقة الحويجة، ومن خلال مراجعتي لاستلامها قمت بالتعرف على شخص يدعى أبو عبد المطلب، وكان يسهل عمليتي من خلال مراجعتي للمحكمة، لكن الآلية بقت موجودة لديهم. ومن ثم قام الرجل بطلب من عندي نقل مواد أو ما يشابه ذلك من خلال طبيعة عملي بين منطقة الحويجة وكركوك والإقليم، لأني سائق تريلا. فقام بمفاتحتي بالموضوع خلال الأيام المنصرمة. كان يقول لي أريدك تنقل لي مواد إلى منطقة كركوك أو الإقليم، فما تعرفت على المواد شني، ومن ثم اتصل بي وقام بتسليم المواد من خلال بين منطقتين عن طريق الموبايل، اتصال مباشر بيني وبينه الرجل الذي يسمى أبو عبد. واستلمت المواد في منطقة ما بين سليمان بيق وكفري في الشارع، وكانت مسافة بيني وبين الشخص الذي استلمت من عنده المواد ما يقارب 10 إلى 8 مترات، والدنيا مظلمة. وكان على اتصال أني فاتح التليفون مع أبو عبد المطلب، والرجل متصل بأبو عبد المطلب، فاستلمت المواد. هو انسحب، استلمت المواد ومن ثم اتيت بها إلى منطقة كركوك،
ومن كركوك اتيت إلى منطقة أربيل. وعند دخولي إلى منطقة أربيل، قبل دخولي إلى منطقة أربيل، اتصل بي أبو عبد المطلب وأنطاني اسم رجل يدعى أبو أنس، وكنت أنا اسمي عنده حمودي. فعندما كانت المواد التي أحملها حزام ناسف زائدا 6 عبوات لاصقة. الأمانة التي أو الحاجات المكلف بنقلها عند دخولي إلى محافظة أربيل، دخولي بوابة الإقليم إلى محافظة أربيل، قامت من خلال أن اتصلت بهذا الشخص على مكان الاستلام والتسليم، قامت القوات الحكومية الأسايش بإلقاء القبض علينا.